لهدف كانت نتيجة اللقاء الثالث للمنتخب الوطني وتأهل للدور الربع نهائي. مراد كان مشرف على هذه المجموعة، ممكن أشياء أخرى يضيفها لنا اليوم في الحصار. تفضل مراد. صحيح أخ مراد. على كل حال بالمقارنة مع الفوز الأول اللي بصراحة أقوى من الفوز الثاني هذا، نظن باللي بالنسبة لهذا الفوز هذا ما فيهش أي مفاجأة. الشيء نقدر نقول اللي كان تقريبا متقرر في البداية هو اللي تحقق، يعني تأهيل جنوب إفريقيا والجزائر. الآن إذا ندخل في بعض التفاصيل ونتكلم على كل فريق، نقدر نتكلم بسرعة على الفريق الغابوني والفريق جمهورية الكونغو. نقول باللي الفريق الغابوني هو أضعف يعني في المجموعة هذه، ما ظهرش أشياء كبيرة من غير في المباراة الأولى اللي هو اللي خدع تقريبا الفريق جنوب إفريقيا التسجيل تاعو في الهدف الأول. ولكن بعد نظن المباراة هذه ضد جنوب إفريقيا خذا الأمور ببساطة، كان يعني نفسيا حس بأنه أقوى كثير من الفريق الغابوني وتخادع بالهدف الأول، وبعدين استرجع الأمور تاعو وضغط على المباراة وظهر بأنه حقيقة أقوى من الفريق الغابوني. هذا بالنسبة للفريق الغابوني. بالنسبة للفريق جمهورية الكونغو، جمهورية الكونغو يمتاز يعني حقيقة باندفاع بدني لا بأس به، ولكن ناقص شوية من الناحية التكتيكية، يعني كما يقولوا يلعب شوية نية، يعني كما يقولوا بالدرجة تاعنا، ولهذا ما قدرش يعني يوصل للمستوى الفرق الأخرى اللي كان يلعب ضدها. ونظن هذا هو المشكل. يعني الآن نركز أكثر شيء، لأن حتى إذا نرجع للنقاط نلقى بأنه جنوب إفريقيا 7 نقاط، الجزائر 5 نقاط، جمهورية الكونغو 2 نقطتين والغابون 1 نقطة، يعني فرق ظاهر بأنه فيه فرق كبير بالمقارنة مع المجموعة الأولى اللي تقريبا نفس المستوى حتى في النقاط. جنوب إفريقيا ظهر فريق قوي، هو الوحيد يعني من الناحية التكتيكية اللي استعمل الأسلوب 3-5-2، وتقريبا حتى نشوفوا في الدفاع تاعو 3 مدافعين، ما تعرف مين هو اللي بيرو مين هو الماسك يعني ستوبر. يتبادلوا المراكز ما بين راديبي والفيش وبيير عيسى، كل واحد يعني اللي يخرج للخصم واحد يغطي عليه. عندهم تنظيم جيد خاصة في الدفاع وفي وسط الميدان. عندك برك الشيء اللي كان ملاحظ خاصة في المباراة الأولى وضد كذلك الجزائر هو استعمال يعني الظهير الأيمن والأيسر، ما يغلقوش الرواق يعني كما ينبغي، وكي تكون كرة طويلة في المساحات هذه الفاضية الفريق الخصم يعرف كيف يستغلها. وهذا الشيء اللي خلى يعني نوعا ما أخذ هدفين ضد الغابون وضد ولكن ما هيش غلطة يعني كبيرة من حين لآخر. عندما يكونوا في الهجوم ما يرجعوش بسرعة المراكز تاعهم، وهذا اللي يخليهم يعني يغلطوا هكذا، لأن كذلك مرتاحين في الدور الأول. نظن باللي ما راهمش رايحين يستعملوا نفس الأسلوب في الربع النهائي وفي المباراة إذا تأهلوا كذلك في المستقبل رايحين يكونوا بأكثر صرامة. كيفاش تقارن بين مستوى هذا الفريق منتخب جنوب افريقيا والمنتخب اللي قابلته سنه 96 بجنوب افريقيا؟ لا بصراحه انا نظن يعني ماهوش لان كنا مدربين في انذاك، ولكن الفريق تاع جنوب افريقيا يظهر لي اقوى على فريق هذا، يظهر لي اقوى في عدد كبير من اللاعبين اللي كانوا يشاركوا في 96 كثير منهم. ونظن هنا كذلك لماذا نقول هذا؟ لأن فيه لاعبين اللي خاصين في هذا الفريق، اللاعب كما مهاجم كما ماسينغا وكما ماكارتي لو زادوا كانوا في الفريق هذا كانوا يزيدوا يضيفوا شيء أكثر. وإحنا في السابق كانوا هادو في الفريق يعني من قبل في جنوب إفريقيا، لهذا نكون ولكن نفس الأسلوب اللعب نفس يعني ما تغيرش كثير، أقوى في الفرديات أظن. يعني لو كانوا هادو كذلك مع الفريق كانوا يزيدوا شيء آخر. الآن بالنسبة للفريق الجزائري نظن باللي البداية كانت باطئة نوعا ما، ونظن باللي هذا نقول باللي الأسباب الحقيقية هي
الاشياء اللي دارت حول هذا الفريق هذا من قبل بدايه نهائيات كاس افريقيا، مشاكل عديده، وهذا خلى يعني الفريق يكون بنفسيه ضعيفه كثير، ومن الناحيه البسيكولوجيه كانوا ناقصين ودخلوا متخوفين. ما حتى المباراه يعني عده فرص شفناها باش يسجلوهم ما قدروش يسجلوهم، وهذا راجع لنفسيه اللاعبين اللي ما كانتش مرتاحه. نظن انا نركز المردود يعني تاع الفريق على هذا الشيء، ونظن كذلك من ناحيه يعني اللعب، اذا ندخل في التفاصيل تاع اللعب، جمهوريه الكونغو كانوا نوعا ما فيه شويه ذكاء، لان ما حبوش ينطلقوا للهجوم، كانوا ينتظروا اكثر شيء في وسط الميدان وفي الدفاع، واللاعبين تاعنا استعملوا كثير الكور طويله وما سمحت لهمش يعني باش يركزوا اللعب تاعهم اللي يعرفوه بتمريرات سريعه، وهذا هو الشيء اللي ما خلاهمش يعني يوصلوا المرمى كما ينبغي. وبالنسبه للمباراه الثانيه، نظن باللي بعد ما الشيء يعني حسب ما يقال كذلك فيه اجتماع مع اللاعبين يعني، وحاولوا يعني باش يتفاهموا مع بعضهم بعد باش ينطلقوا يعني بصفه يعني احسن في المباراه الثانيه. وشفنا على كل حال تغير تماما مردود الفريق، رغم اللي نفس التشكيله الا تصفاوت اللي دخل يعني من البدايه بالمقارنه مع التشكيله اللي لعبت في المباراه الاولى، وشفنا باللي تحسن المردود تاع الفريق اكثر شيء، ولعبوا تمريرات قصيره ولا استعملوا اكثر شيء الجناحين، وعرفوا كيف يتخلصوا على المباراة الثالثة. نظن باللي تمتاز بالشوط الأول وربع ساعة تاع الشوط الثاني، بعد ما سجلوا التعادل تكافاوا الاثنين، يعني الفرق الاثنين تكافاوا بالنتيجة هذه، كل واحد ما حبش يضيع الفرصة باش يتأهل للدور الثاني. جنوب افريقيا باش يبقى في نفس المكان، وفريق الجزائري باش يفوت للدور الثاني. الشيء اللي لاحظناه في الفريق الوطني هو احترام المناطق. مثلا إذا أخذنا مثلا بعين الاعتبار لقاءات يعني لعبها الفريق الوطني، مثلا إذا أخذنا اللاعب الجزائري وصايب، الشيء اللي لاحظناه من مقابله الى اخرى كل واحد يعني احترم المنطقه تاعو، يعني تكتيكيا ان صح التعبير شفنا فريق فوق الميدان. من الناحيه التكتيكيه كانوا احسن بكثير في المباراه الثانيه، ونوعا ما في المباراه الثالثه، ولكن في المباراه الاولى لا، كان فيه نقص، يعني الواحد يكون صريح، كان فيه نقص. كانوا لهذا ما كانش الكور يعني توصل، وما كانش تمريرات سريعه، لان كان يعني الان ما نقدروش نفهموه هكذا ببساطه، ولكن كان فيه يعني نقص في المباراه. ولكن المباراه الثانيه والثالثه كان تطبيق صارم، يعني في كل واحد عارف يلعب الدور تاعو كما ينبغي، يعرفوا كيف ينطلقوا. وفي المباراه الاولى شفنا من الناحيه التكتيكيه فرضوا عليهم باش يعني جمهوريه الكونغو فرضوا عليهم باش يلعبوا الكره طويله، حتى رجع صايب ينزل حتى تقريبا المرمى باش ياخذ الكره. شوف انا اللي حبيت نقول برك يعني كان نقطه مهمه، احنا الجزائريين يعني بكل صراحه ما ناخذوش دروس. انا نظن باللي مردود تاع الفريق الوطني كان يكون افضل، يعني بون دونك وصلنا للهدف نتاعنا مليحه، فتنا للدور الثاني ممتاز خاصه، ولكن لازم نعرفوا ما هم امكانياتنا، ما هم المشاكل. يعني بصفه دقيقه ما نطولش، يعني نظن علاش ما ناخذوش درس؟ نظن كون دارت الفريق الوطني تحضير ممتاز وهذه المشاكل ما كانش تصير، وكان ممكن يكون مفاجاه اكبر، مش مفاجاه